أهلا بيكم أعزائي المشاهدين في قناة أخبار كل يوم. رنا رئيس ويسري علي يحتفلان بذكرى زواجهما الأولى بطريقة رومانسية في لفتة جمعت بين عذوبة المشاعر وروح الدعابة. أحيت الممثلة المصرية رنا رئيس ذكرى زواجها الأولى من شريك حياتها يسري علي لتعيد للأذهان مشهد زفافهما الذي احتضنه أحد فنادق القاهرة الكبرى العام الماضي بحضور حشد من نجوم الفن. هذه المناسبة لم تمر كذكرى تقليدية، بل تحولت لرسالة شكر وامتنان مغلفة بطابع مرح، لخصت حصاد عام كامل من المشاركة والارتباط تحت الأضواء. عبر حسابه الرسمي اختار يسري علي أن يحتفي بزوجته من خلال نشره مجموعة من الصور التي توثق لحظات مميزة في رحلتهما، مرفقا إياها بكلمات مؤثرة وصف فيها رنا بأنها بيته وراحته وأجمل ما في يومه. وبنبرة واثقة في المستقبل كتب يسري علي: عام مضى والأبد قادم، مؤكدا أن مكانتها في قلبه تتجاوز وصف الزوجة لتصبح ملاذه الشخصي. ولم تخلو رسالة يسري علي من الفكاهة التي تعكس طبيعة علاقتهما العفوية، إذ مازح زوجته بعبارة عيد زواج سعيد للشخص الوحيد الذي لم يحظرني بعد عام كامل من سخافاتي. كما استعرض بأسلوب كوميدي روتين حياتهما اليومي خلال 365 يوم الماضية، واصفا إياها بأنها رحلة من الحب والجدال المستمر حول أصناف الطعام والحلقات اللانهائية من سؤال ماذا تريد أن تأكل.